السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بتحس انك تايه على حد يسمعك من غير ما تحكي، بس تفتكروا في حد دايما قريب اقرب من كل اللي حواليكم. ربنا قال بنفسه: واذا سألك عبادي عني فاني قريب. النهاردة هنغوص سوا في جمال الآية دي، هنشوف فيها الرحمة والقرب والقدرة اللي تطمن القلب. القرآن فيه 14 سؤال وكلهم بيبدأوا بيسألونك، وبعدها بيجي الرد بقل، ما عدا آية واحدة بس جت فيها فقل في سورة طه، لكن الموضوع ده الوحيد بدأ بجملة شرطية: وإذا سألك عبادي عني، والرد على الشرط جه من غير فعل قل. ربنا قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فكأن الفاصل القصير ده اللي هو قل ربنا شاله عشان لحظة القرب بين اللي بيدعي وربه، فجه الرد فإني قريب، وده تنبيه على شدة قرب العبد من ربنا وقت الدعاء. تأملوا في كلمة عبادي، شوف قد ايه فيها رأفة ورحمة من ربنا لما نسبهم لنفسه العليا سبحانه وبحمده، كأنه بيقول: دول بتوعي، دول انا اللي شايفهم وسامعهم. ففين اللي بيدعي وفين اللي بيخبطوا على ابواب فضله؟ فاني قريب فيها اثبات لقرب ربنا من عباده جل وعلا، وقربه ده مش لاي حد، ده قرب خاص باللي بيعبده ويدعيه. وهو والله من اعظم الحاجات اللي تخلي المؤمن ينشط في دعائه لما يعرف انه مش بيكلم حد بعيد، ده بيكلم حد قريب جدا. في قوله اجيب فيها دليل على قدرة ربنا وكمال سمعه سبحانه، وده شيء محدش يقدر عليه غيره هو بس. مفيش حد في الدنيا مهما كان يقدر يسمع كل الناس، لكن ربنا سبحانه بيعمل كده وبيسمعك حتى لو دعيت بصمت. أي ملك من ملوك الدنيا ولله المثل الأعلى مهما كان عنده قوة وسلطان مش ممكن يقدر ينفذ كل الناس اللي تطلبه منه، لأنه في الآخر مخلوق عاجز ما يقدرش يمنع عن نفسه المرض ولا الموت، فما بالك بغيره. فتبارك الله القوي العزيز الرحيم الرحمن. وبعدين تأمل في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآية كلها جاية بضمير المتكلم، يعني ربنا بيتكلم عن نفسه بشكل مباشر، وده فيه قرب كبير جدا جاي بطريقة اسمها الالتفات، لأن الآية اللي قبلها كانت بتقول: ولتكبروا الله، ما قالش ولتكبروني. لكن لما جه يتكلم عن مقام الدعاء فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وده مناسب جدا لأن الدعاء محتاج قرب، فربنا استخدم ضمير المتكلم علشان يطمنك ويقربك منه أكتر. وكمان ما قالش إني مجيب، ولا قال فإنه أجيب دعوة الداعي لأنه قريب، لكن قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يعني بدأ بالقرب. لأن لما العبد يسأل عن ربنا ويتوجه له بالدعاء والسؤال، فأعظم حاجة تفرحه إن ربنا نفسه يكون قريب منه. يعني لو حد سألك إيه الأعظم في نظرك، إن دعائك يستجاب ولا إن ربنا يكون قريب منك؟ أكيد قرب ربنا منك هو الأشرف والأعظم. تخيل حال عبد ربنا قريب منه، ازاي هيكون لطفه بيه وحفظه ورعايته وكل حاجة حواليه. ومع قوله إذا دعاني في إشارة إن من شرط استجابة الدعاء إن اللي بيدعي يكون قلبه حاضر وقت ما بيكلم ربنا، وصادق في دعوته ومخلص، حاسس إنه محتاج ربنا بجد، وحاسس بكرم ربنا ووجوده، وبيطلب منه وهو واثق إنه هيعطيه، مش بس لأنه قادر لكن لأنه كريم. ومن الهدايات إن ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب دعوة اللي بيدعيه، بس مش شرط يحقق له اللي طلبه بالحرف، لأن ربنا ممكن يأخر الإجابة علشان اللي بيدعي يفضل يتضرع ليه ويفضل يلح في الدعاء، وساعتها يقوي إيمانه ويزيد ثوابه، أو ربنا يدخله الإجابة ليوم القيامة، أو يدفع عنه شر كان هيحصل له، والمصلحة اللي ياخدها من كده تبقى أعظم بكتير من اللي طلبه. وده هو السر والله أعلم. وتلاحظ فيها سر من أسرار عظمة الدين، وهو التوحيد. ده ربك أيها المؤمن، ملك الملوك القهار الجبار، اللي ملكه مش زي أي ملك وسلطانه مش زي أي سلطان، مش محتاج علشان تدعيه مواعيد ولا محتاج إذن ولا أي حاجة من الحاجات دي. كل اللي محتاجه إنك ترفع إيدك وقلبك يكون صادق، فهي لها من نعمة ما يعرفش قدرها غير اللي ربنا وفقه، وغير اللي شاف حال كتير من جهال المسلمين اللي بيتوسلوا بالأولياء الصالحين، أو اللي فاكرين إن الدعاء مش هيتقبل إلا من طريق الولي فلان أو السيد الفلاني. فاللهم اجعلنا من عبادك الذين يسألونك في كل حين ويأنسونك بقربك في كل وقت ولا يلتفتون إلا إليك. وأشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.